السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح ندير معكم واحد الفيديو تاع الناس اللي تحب تجرى الماء في السيكار والكاركار يخلق داخل الكيس تاع داخل الخزان كيما حنا نقولوا السي ديالنا بالدارجة. جبت لكم واحد فكرة على كل حال. هذه الصفاية تركب تاع الماء البارد والسخون في الكوزينة في الدوش في أي مكان، المهم تاع الماء والسخون. هذه باش تشد الكعكار هنايا في الكوزينة مثلا باش يهبط نقي. هذه نتوما حبيت هذه الفكرة كيما راكم تشوفوا تنحو غير هذه برك. هذه الصفاية وحدها ديروها هنايا التيو هذا الفوق كيما السي ديالنا اللي يهبط للدار كاع. هذه كي ديروها الكالكار كاع يشد هنا، ومامتو الماء كي يهبط للفيتر يهبط ليه صافي، ماشي حتى الفيتر اللي يصفي الكالكير وحده. هذه تعاون وشنو تركبوها في هذا النوعية تاع التيو. ومام تحبس كيما حنا نقولو تكوانسي ما تدخلش قبالها كيما راكم تشوفو. هاي حابسة الكالكير كاش ما يكون يحبس هنايا الماء يهبط لك صافي للفيتر. وتركبوها في النوعية تاع هذا التيو. كاين البيبيير هذاك ولكن لازم تحفر الواسي هنايا تنجرو الداخل باش تدخل شويه خشيني البيبيير هذا كيما راكم تشوفوا الفكرة. تدخل بكل سهولة وتنحيها بكل سهولة وتنحي مشكل تاع الكالكير. كيف وهذه وتدخل لهنا عادي هكذا كيما راكم تشوفوا تسكروا هكذا. كيما راكم تشوفوا هكذا. فوالا كيما حكينا لكم في بداية الفيديو. هاو الفيتر ممكن يظهر مليح ولا ما يظهرش. المهم الماء كيما راكم تشوفوا فيه كي درنا الصفاية الاولى هاو الماء هنا يوصل لكم صافي. يعني شوف يعني الماء تشوفوا يروح صافي، والماء كي يوصل للشوديار ولا يروح للشوفبا ولا يروح ليه صافي وتنقص بزاف. بدل ما الكالكار يجيك للفيتر هنا وباش يصفي لك يروح للمطبخ ولا اي اجهزة اخرى، من الاحسن يحبس. وين بدينا الفيديو شرحنا لكم من البداية. فما ولا ما يجي لكم حتى لهنا للفيتر صافي وراكم تحوا مشكلة ان شاء الله. وهذيك الصفاية تتباع عادي على كل حال، تسوى 80 دينار. هذا واش فيه. وهذه فكرة على كل حال. والسلام ورحمة الله وبركاته. واللي استنفع بها راني مستنفع بها. انا نحيت مشكل بالبزاف تاع الكالكير. وروها لخاوتكم وشاركوا معه خاوتكم. والله لا يضر المحسنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.